بما ان انتوا في التعليقات بتعدوا لي كام مره بقول نرمين في الفيديو، فانا النهارده نفسي اكل بانكيك وهقول لنرمين تعمل لي بانكيك، ولكن المره دي بطريقه مختلفه تماما عن اي حاجه هي بتعملها. بص الفيديو ده يا نرمو. شكله حلو. شايفه البانكيك حجمه قد ايه؟ انت عايزه مرتفع كده؟ انا عايز بانكيك الحجم ده اكسترا بنفس يعني. الشكل ده، وهاكله نفس الطريقه دي. ورينا هتعملي ازاي. عينيا. يلا بينا. نجيب بقى خلاط هاند بلندر براحتكم اللي متاح عندكم. معايا هنا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، حبه فانيليا يعني معلقه صغنطوطه سواء سايله او بودر، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار زيت، كوبايه حليب. حلوه البتاعه دي شكلها لطيف. تعرف بس. خدت الغرور مني. وبعد كده بالخلاط بالهاند بلندر بالمضرب بتاع الهاند بلندر براحتكم، هنضربهم كويس جدا لغايه لما السكر يدوب. ولو ما عندكمش هاند بلندر تقدروا تضربوهم بالمضرب العادي. معايا هنا كوبايه ونص دقيق بالكوبايه المعياريه يعني حوالي 200 جرام، وننزلهم برضو. ومعايا هنا معلقه صغيره بيكنج باودر. الاول هنديله تقليبه كده عشان الدقيق ما ينطرش علينا، ومش هنضربه كتير، يا دوبك المكونات تختلط مع بعض يعني ثواني. اضرب كده يا عمده. ايش يا ريس؟ بصوا معانا، وده قوام البان كيك المظبوط. بصوا خطير. وبعد كده نجيب بقى الطاسه اللي هي مش بتلزق وتكون مقاس 14 صغنطوطه او حديد زهر المتاح عندكم، دي او دي الاثنين ينفعوا. وانا مش هدهنها زيت خالص، انا هسيبها تسخن كويس جدا. عماد مش بتضايق، عماد شايفك هتتلسع. هي مصرة هتتلسع. وبعد كده نجيب البان كيك بتاعنا. شايفين القوام عامل ازاي؟ ده معياره نص كوبايه، وهشوف هحتاج تاني ولا لا. نحتاج تاني عشان تبقى مرتفعه كده وخطيره. وهنسويها على نار اقل من المتوسطه، عايزه نار هاديه كده عشان خاطر تستوي معانا، ما يطلعش نيه، صح كده؟ شايفين معايا هنا بدات تعمل فقاعات. طبعا هي على نار هاديه خالص، هسيبها لغايه لما تبدا من فوق تنشف خالص. هبدا كده اول لما احسها من فوق خلاص بدات تنشف، بالسباتيولا كده نبدا ايه احركها من الجناب بالشكل ده عشان اتاكد ان هي ايه هتطلع معايا. وبعد كده بقى ايه نعملها كده. نروح قلبي حمرت سيكا، وبعد ما هنقلبها على الناحيه دي هنسيبها برضو دقيقتين برضو على نار هاديه. وادي كمان اللي معموله على الطاسه الصغنططه التيفال العاديه خالص. بصوا اهي، وبرضو هنقلبها. بصوا شكلها تحفه. بصوا معايا، وده شكلها من الناحيه التانية. خلاص بقيت تمام معايا. هديها بس 30 ثانيه عشان اتاكد ان هي مستويه كويس من جوه. شايفين شكل البانكيك حلو ازاي؟ نحطها بقى في الطبق. وتاني واحده واخر واحده. تاني ده اكبر بانكيك هم شافوه في حياتهم اصلا. بصوا مش متخيلين الارتفاع هم. سخنه على فكره لسه. بصوا طب خلاص سيبيها سخنه. بصوا شكلها حلو قوي. ثانيه واحده كده. بصوا الارتفاع قد ايه عشان انتوا مش متخيلين الارتفاع. على فكره ارتفاع كبير جدا يعني. انا ايدي تمام. احنا بنتكلم في 10 سم بانكيك. بصوا بقى، اديها عسل اديها. عايزين تحطوا صوص شوكولاته براحتكم، بس هي ايه حلاوتها بالعسل والزبده، بس انا مش عايزه احط زبده. البانكيك اذواق. اه اقطع يا ريس. عايز إيه؟ واحده بقى كل الطبقات. واحده كل الطبقات. ايوه. لا حته صغيره عشان اعرف اكلها مره واحده. كل الطبقات. فيش باور عند نرمين، مش قادره تجيب كل الطبقات مع بعض. مش عايز عشان فيهم لسه سخنين. تحس ان هي تورته كده من البانكيك. بانكيك عملاق. مش هتيجي في الشوكه. حطي بس اقطعي. يلا اقطعي اهو يلا. مش هتيجي يا عماد في الشوكه. بس اقطعي اهو. اهو اهي. هو ده الدريم بقى، الحلم بتاع البانكيك. غرقي يا ام عسل، غرقي يا نرمو عسل. اتفضل يا انطوني. استنى يلا ندي استنى يا توته الاول. حطي هنا. اتفضل يا توته. خد اهي. حطي عسل. ايوه زودي كمان تاني. ايوه ما دي كبيره. بس اكبر لقمه بانكيك ممكن حد ياكلها. لا دي كبيره قوي. انتوا بتهزروا اهو. بتهزر يا انطونيوس.
حط شويه عسل. حلوه قوي. ما احط شويه عسل، احنا بنموت في العسل. ايه رايك بقى يا انطونيوس؟ 10 من 10 عجبتك بجد؟ بجد. طب تعالى نرمي حته كمان. وصفه ناجحه جدا. بانكيك مهول الحجم. بصوا انا عايز افرجكم خلي بالكم الحجم. ده يا من خرابي. كوبايه. يا مت حرام عليك. تحفه تحفه. بصوا بقى تقوموا واخدينها هم كده. بجد تحفه. جربوا الوصفه دي مش هتندموا خالص. دي كبيره قوي. ده انا حاططها في بقى كده مني. عايزه اقول لكم ان انطونيوس كل يوم والتاني بانكيك يا ماما بانكيك يا ماما صدعني. فعملت له امبارح وادي تاني يوم. ايه رايك؟ اختموا انتوا الفيديو بقى. ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه، وكمان تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، ونشوفكم بألف خير. باي باي.